سهران بالليل عم فكر وين بدي صور الفيديو الجاي، فقلت بما اني ديمقراطي خليني اسالكم، فخيرتكم بين برج خليفه وعين دبي، وبما اني طالع على برج خليفه فرح روح عين دبي على الحالتين. فقت الصبح وشفت نتيجه الستوري لقيتكم مختارين عين دبي، فانبسطت اني رح روح واني ديمقراطي. شفت السعر وقمت لشوف بمخبئ السر اذا في معي مصاري، طلع ما في، بس في حل. والله مسيو كثير يا برو. والله شغل كثير عم بشتغل معلم. معك مدايبني شغلة 150 درهم لاخر الشهر؟ والله انت خيي وانت البرو، لك يسعد دينا. حيو باي. وهيك صار فينا نجهز حالنا. مشطت شعراتي وقلت لبكره، لبست اوعي النظاف ولبست باجري، طلعت من البيت بترككم مع فقرة مراية الاسانسير مع رفيقنا عطونا الطفولة. طلعت من البناية نسيان وين صافف سيارتي، بعدين تذكرت انه ما عندي سيارة، فعبيت بطاقة الباص ومشيت على موقف الباص. اهم شي تقطع الاشارة خضراء لانك بتتخالف قبل ما تنطفش. استنيت الباص لوصل وصفيت على الدور ورجعت طلعت دفعت بالباص وقعدت بالطابق اللي فوق مشان نظرتي الفوقية. قعد حد زميلنا وتفرجنا انا وياه على البحر، مرقت طيارة واشتقت للوطن. عم بمزح. وصلت على محطة الباص ونزلت من الباص، فتحت باب الفرن قصدي باب الباص وشفت خيالي، سلمت عليه ورحت على محطة المترو. نزلت لعند المترو انتبهت لراسي، وصل المترو تهديك الحياة اضواء في اخر النفق. احلى شيء بالمترو انك بتشوف كل معالم دبي، متحف المستقبل، برج خليفة، برج العرب. نحن راح نروح لعند الابراج هذول، وهي اول لقطة بتبين فيها عين دبي. وصلنا على محطة المترو لما ننزل فيها، ونزلنا من المترو عملنا تشيك اوت ورحنا على الترام. انتبهت احسن ما اتزحلق. الترام هو ابن خال عم المترو، عرفتوا كيف؟ يعني مترو صغير. حلاوة الترام انه بيمشي على الطريق بين السيارات، فلما تركب فيه بتحس حالك ماشي على الطريق بين السيارات. وصلنا على اخر محطة برحلة المواصلات، المكان بتحس حالك بالفضاء الخارجي من كمية التطور والابراج. بتشوف رسمات حلوة على الحيطان والطريق كثير حلو، فرح ريحكم من صوتي وخليكم تتفرجوا على المناظر الحلوة. هلا رح نمشي على هذا الجسر لحتى نوصل. شفت سفينة وخطر لي انه رح تطلع لقطة حلوة اذا صورتها، ركضت لحتى لحقها وما لحقتها. دقيقة لازم فرجيكم على صورتي حد هذا الشيء. بعد ما واخيرا وصلنا طلعت مسكرة للشتاء. لا مش عم بمزح، طلعت مسكرة للشتاء وفرحان قوي. واني فعلا شفت ناس من جامعة بتفوت على مكان، فسألت شاب واقف برا انه شو في هون، طلع في متحف شمع. قلت رح فوت. فت على متحف الشمع وفعلا شيء لا يصدق، تفاصيل شيء مخيف. مش هالتفاصيل. شفت الملكة إليزابيث، قعدت معها شوي ورجعنا أخذنا صورة. حكيت مع ترامب بخصوص موضوع أمن المتي العالمي، بس ما كان يعطيني وجه لأن كان فاتح تيك توك. يقبرني يعني تفاصيل. بتحس حالك بدك هون. عمكم جاكي شان عم بقولكم قد هيك قرص الفلافل. وقفت هرش شوي مع فان ديزل. هذا ملوش دخل. في
كثير ثقتنا هون رح تساعدنا بانه تعطينا معلومات عنه. اول سؤال، شو اسمك؟ اسمي ندى. ندى احكي لنا مثلا عن هذا الشعر. هذا الشعر اللي انت شايفه واللي موجود بكل التماثيل هون شعر طبيعي، يعني شعر حقيقي منه فيك. شعر لحاله بياخذ من 4 ل 6 اسابيع. بالنسبه للطول يكون طول الشخصيه ذات نفسها، يعني اول شغله بيسووها يقابلوا سيلبرتي، وبهي الحاله بياخذوا الميجرمنت تبعه كله، يعني حجم راسه، طوله، كلر تبع سكن. ما بعرف، كان فيها مشكلة يمكن ما قدرتش، ما مش فهمان. شباب لقيت واحد حاطين له تمثاله بالغلط هون. تامر حسني. أحلى شغلة إنه الأطوال حقيقية، فأنت بتقدر تقارن طولك بطول أي حدا فيهم، والموظفين هنيك كثير مريحين. إلا ولعبت أنا وريانا لعبة مين ما بيرمش، وفزت عليها أنا طبعا. بعدين نانسي عجرم إيش بقى تلعب معي، قلت لها مش فاضي، قالت لي أنت إيه. طلعت من الباب، ودعت السكيورتي، فتحت الباب الغلط، رجعت فتحت الدرف الثاني لجوا، طلعت لبرا، وهيك بنكون خلصنا ختمنا يومنا مع ستاربكس فرا كابانيتشينو. لحد الآن بعدني مش حافظ اسمه. باي.